لقيت مطعم اسمه اوكرا موجود في اسنا. تعالوا بقى نخش جوه نشوف احنا هناكل ايه والدنيا جوه ماشيه ازاي. في مطعم اسمه اوكرا من اجمل المطاعم الموجوده هنا في اسنا. دخلنا حرفيا على الريحه عشان الريحه كانت حلوه قوي. المكان الستايل بتاعه قديم، او الستايل اهل اسنا نفسهم. الاكل نفسه هنا مش هتلاقي المنيو مختلف، هتلاقي المنيو بتاع اكل اسنا هنا زي اكله اسمها ايه؟ السخينه. قولي لي بقى السخينه دي ايه؟ سخينه السمك عباره عن طاجن سمك بيتعمل بقمر الدين، يعني هي اكله حلوه جدا. وبعدين السمك برضو بيصطادوه من نيل اسنا هنا، سمك اسمه البياض او البجر. فاكله تحفه وبتتعمل بشكل رائع، ما افتكرش ممكن تاكلها في اي مكان تاني. النظام المكان هنا والنظافه بتاعته، دخلت جوه شفت الشيف، شفت الناس اللي شغاله. المكان نظيف جدا، حتى لو حد مرشد سياحي معاه جست هنا في اسنا. مكانه اولا ما يتوهش، جنب معبد خنوم ووكاله الجداوي. تعالى هنا هيقوم بالواجب، والمكان هيشرفك جدا. بس احجز، يعني احجز قبلها. اهم حاجه ريزرفيشن از نيدد، يعني ما حدش يجي عشان ما حدش يزعل يقول لي انا عايز اكل، لا احجز عشان تلاقي حاجه كويسه قوي تلبسها. ايوه، علشان انا جيت قالوا لي تعالى بكره. اقول لك في حلويات هنا حلوه، قولي لي. في حلويات حلوه قوي. أيوه. زي مثلا النجاريه او اسمها ديرو في عبو. دي عباره عن حاجه كده زي فطيره البقلاوه او البغاشه، وبنحطها بنحشيها وبتتعمل بالسمنه البلدي. بس الشكل والطعم خرافه، يعني انصح اي حد يجي ياكل النجاريه دي، وياكل في حاجه اسمها مديده، وفي كمان منفوخه. يعني كل الاكلات دي حاجه روعه عندنا بصراحه. لو جيت وان شاء الله بكره هنستناكم ونعملها لكم. تمام، شكرا جدا. ربنا يوفقكم، ربنا يوفقكم بجد، وهنيجي نجرب الاكل بكره. هنستناك بكره باذن الله. خلاص تمام، يلا باي. شكرا.